السلام عليكم متتبعين، كي دايرين؟ بخير، نتمنىكم تكونوا في تمام الصحه والعافيه. اليوم غنوجد معكم واحد الطويجين بالكفته بالخضره تيجي اكثر من رائع. يلا نشوفوا المقادير، ساهلين واقتصاديين. المهم البنات، عندي 500 غرام ديال الكفته. عندي هنا في التوابل، عندي بصله كبيره، عندي مطيشه. المهم دايره جميع الخضره على وديت باش ياكلوها الدراري. انا اليوم جيت عند بنتي اليوم الحد، وانا اللي طيبت الغداء. قلت ليها الدراري ما تياكلوش هي الخضره، بلاتي نديرو طويجين ديال الخضره. هي جبدات الكفته. نتوما عارفين الدراري تعزيز عليهم داكشي د المقليات وهذه اليوم درت ليهم الطاجين بالخضره، جا غزال كلاو فيه تبارك الله. المهم شديت واحد 3 المعالق ديال زيت البلديه وزيت المائده، وعندي بصله كبيره من الحجم الكبير، وقطعت واحد المطيشه. تقدروا الا عندكم طوماطي فريتو، يعني مطيشه ديال الحك وداكشي، ديروا واحد المعلقه. انا درت مطيشه ناتورال هكا. في العطريه البنات درت معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، والملحه داكشي على حسب الذوق. هانتوما كما شفتوا انا خلطتها مع بعضياتها، ودرت النص هنايا في هاد البصله باش نخليها تشحر حتى طيح، والنص غنديرو في الكفته. دابا انا غنغطي الطنجره ديالي ونخلي هاد البصيله ومطيشه حتى طيح، وعاد هذيك الساعه نرجع معكم، ما تمشيو فين. المهم البنات، من بعد ما طابت ليا شويه ديك لاصوص، هانتوما شفتوا هرات، زدت واحد الكويس ديال الماء طيب، درت خيزو دويبرات، واحد 2 خيزوات، وعندي بطاطا درت واحد 3 البطاطات، وحده درتها شكل طويل وجوجات درتهم هكا يعني دواور. وعندي جلبانه غسلتها حتى هي درتها. المهم راه تيجي غزال البنات بالخضر هكا. الطاجين بالكفته حنا معوضين تنديروا طاجين عب، يعني الكفته هكا مشويه ولا مقليه هكا، والله الا جات غزاله. زعما الصراحه قلت بلاتي نجرب هاد الطريقه، ولكن راه جات فنه، نتمنىكم تجربوها. هانتوما هاد 2 بطاطات راه درتهم هكا شويه غلاضين، حيت باش يشدوا لي الطياب شويه مع خيزو وجلبانه. غادي نستفها هكا تنكملها، وهذيك الساعه عاد ندير الكفته، حيت عارفين يعني الكفته نديرها هي الفوقانيه باش ما تخسرش. من بعد ما ستفت البطيطه ديالي البنات، انا غادي نجيب الكفته ديالي دابا. الكفته راني درت ليها الاقامه ديالها حتى هي، وعجنتها مزيان. درتها هكا حليبلات طوالين، ما درتهاش كواور، درتها هكا حليبلات بحال اللي غنشويها. تتجي بهاد الطريقه زوينه. والله الا الكفته البنات جات زوينه، دخلت ليها ديك الاقامه وديك البنه ديال الخضيره وداكشي، جات بنينه وجات فتيه بداك لاصوص. هنا عندي واحد القرعه، عندي القرعه الخضراء، قطعتها حتى هي واحد النص ديالها، ماشي كلها، حتى هي درتها هكا. تقدروا نتوما اي خضره عندكم بغيتو ديروها ديروها. المهم انا عجبني الطاجين بالخضره بالكفته اليوم، رانا درتو شاركتو معكم. نتمنىكم تجربوه، ولكن راه جا رائع. عندي واحد الفليفله حاره. حنا عارفين الطاجين الخضره راه درتوه عا بوحديتو بلا ما ديروا معاه لا كفته ولا لحم، راه تيجي زوين، واكثر الا درتو فيه الخضره منوعه. الخضار راه مهم من البنات، ضروري خصهم يدخلوا للذات. حنا عارفين دابا وقت البرد داكشي د المقليات تيكون قليل. في الحقيقه هكا الطاجين طواجن، القطاني. هانتوما من بعد ما ستفت البنات هكا الطاجين ديالي، غنجيب واحد شويه العطريه غنديرها من الفوق هكذا باش تعطيني شويه البنه. ديك العطريه راه زدت فيها واحد شويه الملح والكمون.
حنا عارفين يعني الكفتة تيجي معاها الكمون، وانتم بغيتو ديروها ديروها، اللي ما بغيتوش المهم انا شاركت معكم الطريقه ديالي، وكل وحده راها فنانه في المطبخ ديالها، ديروا اللي بغيتو. ودابا البنات هانتوما من بعد ما الطاجينه هو علين يوجد او باقي فوق البوطه تيتبخ، راه جا اكثر من رائع، وواحد الريحه عاطيه فيها البنات ما غزال. نتمنىكم تجربوه بالصحه والراحه. المهم شاركت معكم الغديوه ديالي اليوم. استودعكم الذي لا تضيع ودائعه. الى عجبكم هذا الفيديو دعمونا باللايك وبالاشتراك. الى الفيديو اخر ان شاء الله.